صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله. عن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. من رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم اتهام اللعب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم 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 لكان الله عزل لكان الله عزل الله عزل الله عزل الله عزل قول الله عزل قول الله عزل الله عزل إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان الآن إذا قام في الصلاة وقال بالرحيم على أساس بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة، تحتسب أنه بالفعل نطق بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كل. هؤلاء نفس الشيء تلاحظوهم، اسمعوهم في خطبهم في محاضراتهم في كلماتهم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم شنو يعني؟ على أساس اختصار، ما عنده القدرة على أن يقول صلى الله عليه ولو وسلم مثل ما هم يقولون. أنا ما عنده قابلية هذا أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا بسرعة هكذا يختزلها، فلا تحتسب هذه صلاة على النبي عند الله، ما تحتسب. هذا حرمان من الله تعالى لهم، لأن نفوسهم الناصبية غير مؤهلة لأن تتشرف بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الصلاة على رسول الله هي الشرف بحد ذاتها. هذا الشرف للإنسان. أخاطب الجهال منهم أبغى أفهم ليه تنكرونا للنبي في صلاته؟ لو ينذكر قالوا صلى وسلم، وين الصلاة اللي أمر في وصاته؟ البخاري قال في صحيحه وتكلم، وانتم تقولون البخاري من ثقاته. يقول أحد الصحابة قال صلى وسلم، قام النبي يوم اسمعه غلط صلاته وقال صلوا علي وعلى آلي وسلم كما صليت على إبراهيم، وهذه صلاته. مو تنكرون الآل بس صلى وسلم، ترى هذه صلاة يا ناس ما هي شحاته. اللي يبي النار تراها تلتضي وتلهم، واللي يبي الجنة يذكر الآل بصلاته. هذه قاعدة ما هي لغز أو طلسم. الله يصحي كل نايم من سباته وسلامتكم.